صدمة كبرى تضرب معسكر وسط أطلس قبل مرحلة ربع النهائي ضد فرنسا. رسميا غياب الهداف والمايسترو إسماعيل السيباري على موقعات بوسطن الحارقة بسبب الإصابة اللي خرجته في الدقيقة 22 ضد كندا. هاد الخبر زل كالصاعقة حيت السيباري مشى يلعب. هاد السيد هو السلاح الفتاك اللي دار بيه المدرب محمد وهبي الفارق في هذا المونديال. كيفاش غيعاون محمد وهبي هذا الغياب المؤثر؟ وشكون غيشد بلاصة المهاجم الوهبي ضد فرنسا؟ هبط دير لايك دير ابوني ويلا بينا نفكو هاد الملحمة التكتيكية. كنا شفنا السيبري جدار في هذه الكاس العالميه. المدرب محمد وهبي وظفه بطريقه عبقريه كمهاجم وهمي، وهذا التكتيك صدم كاع الخصوم. السيبري طيله المونديال كان هو اللي كيحبس المدافعين، كيفتح المساحات الاجنحه، وفي نفس الوقت كان حازم قدام المرمى وسجل لنا 3 الاهداف تاريخيه. خروج السيبري المبكر في الدقيقه 22 ضد كندا بسبب الاصابه وغيابه دابا على الماتش ديال فرنسا كيعتبر اكبر ضربه للبلا الهجومي ديال المنتخب. لكن الدهاء ديال الكوتش محمد وهبي ما توقفش على الغيابات، والحلول خاصها تخرج دابا ضد فرنسا. تكتيكيا واش محمد وهبي غيبقى متشبت بالبلان ديال المهاجم وهبي ويدفع بلاعب بحال ابراهيم دياز يشغل هذا المركز باش يدوخ الدفاع ديال فرنسا، ولا غيمشي للسيناريو الثانيه ويدخل مهاجم صريح وكلاسيكي بحال سفيان الرحيمي من الاول باش يضغط على مدافع الديوك الفرنسيه؟ معركه تكتيكيه ببوسطن غتكون حارقه لابعاد الحدود. الماتش ضد فرنسا في ربع النهائي غيكون ماتش ديال الروح والعزيمه. واخا السيباري غايب على هذه المباراة، الدراري كاملين واعيين بالمسؤولية وباغيين يديروا المستحيل، وثقتنا كبيرة في الكوتش محمد وهبي باش يوجد التوليفة المناسبة اللي غتوصل لنصف النهائي للمرة الثانية تواليا في التاريخ. وانتم يا الاخوان في نظركم شنو هو اللاعب اللي يقدر يعوض السيباري في مركز المهاجم الوهمي د فرنسا؟ دياز ولا رحيمي؟ كتبوا لي التوقعات ديالكم في التعليقات، فجروا داك اللايك وديما مغرب، ونشوفكم في الفيديو الجاي.